دول الست يهبل. لو فاكر انك لما تسيب اهل بيتك ولحمك مشاعل الكل كده بتبقى حنين، فانت اهبل ومحتاج تفوق، لان البيت اللي ما فيهوش اسد هتنط عليه الدياب. بيوت ليها حرمه، بس الحرمه دي وراها وتد، وراها جبل، وراها راجل. لو غاب يفضل اسمه حامل دار، ولو حضر تترسم الحدود بكلمه منه. زمان قالوا الراجل في بيته سبع، في حضوره او غيبته بيته متصاب. النهارده بقينا نشوف صنف جديد ملوش كلمه، ملوش رأي، ملوش هيبه. احنا النهارده هنتكلم عن الدلدول. عارف يعني ايه دلدول؟ يعني راجل لغى عقل وسلم مفاتيح رجولته وكرامته وارتضى يكون ديكور في حياه هو المفروض يكون بطلها. الدلدول مش بس اللي بيمشي ورا مراته وخلاص، لا، ده اللي لغى شخصيته، اللي بيخاف من المواجهه، اللي بيشوف الغلط في بيته ويسكت علشان يشتري دماغه. هو اللي استبدل القوامه بالتبعيه ورضي انه يكون لعبه في حياه المفروض يكون هو بطلها. تعالوا نرجع بالزمن كده شويه لزمن ابائنا واجدادنا في حواري مصر وشوارعها. الراجل زمان كان حمش، مش بالضرب والصعيد لكن بالهيبه. كان ابن الحته لو شاف بنت جاره ماشيه بملابس مش مناسبه يوطي عينه في الارض خجلا، ويروح يبلغ ابوها بكلمه واحده: يا حاج فلان عرضنا غالي. واخدين بالكم من الكلمه؟ عرضنا كلنا مش عرضك لوحدك. كانت الست المصريه زمان تفتخر ان جوزها كلمته سيف، وكانت تقول بفخر لاهلها ولا لجارتها ولا لصاحبتها: مش هقدر لان جوزي مرضيش. كانت تقول جوزي سيدي وتاج راسي، مش ضعف منها لكن لانها شايفه قدامها راجل حميها وبيخاف عليها من الهوى الطاير. ما بيسمحش المخلوق يتدخل في خصوصيات بيته، حاكم بيته. كان عيب وفضيحه ان الراجل زمان يسيب مراته تخرج بزينتها ومتزوقه عشان الناس تتفرج. كان يقول لها: جمالك ليا انا، مش للفرجه والعرض في الشوارع. الست اللي بتتزوق بتعمل كده علشان تعجب حد. طب انت اسال نفسك، هي بتعمل كده لمين وهي خارجه؟ يا خرم. زمان كان الراجل هو وتد البيت، الامان اللي بتتحمى فيه العيله. كلمته كانت ميزان. في الحاضر السوشيال ميديا خلت بعض الرجاله دلاديل ديجيتال، يصور مراته وهي لابسه اللي كاشف اكتر منه ساتر عشان اللايكات، او يسيب مراته ولا بنته ولا اخته تخرج ولابسه اللي على مزاجها قصدي قلعه اللي على مزاجها ومتزوقه كانها بتعرض نفسها للي عاوز يتفرج، وهو ماشي جنبها وشه بينقط ذل وعار. يا اخي اتكسف على دمك وخلي عندك نخوه في لحمك اللي الناس بتتفرج عليه دوت يعني، ولا بل. الدلدول هو اللي بيشوف مراته بتغلط في اهله ويسكت علشان ما يزعلهاش، وهو اللي سايب اهل بيته يدخلوا ويخرجوا ويقلعوا ويلبسوا ويتزوقوا على مزاجهم بدون حسيب او رقيب. هو اللي بيسيب الريموت كنترول بتاع حياته في ايد مراته وهي لا مؤاخذه اللي راكبه وسايقه. الرجوله يا ساده هي قوامه، يعني رعايه، حمايه ومسؤوليه. لما بتلغي القوامه دي علشان تشتري دماغك، انت ما بتشتريش دماغك، انت بتبيع كرامتك وشرفك ورجولتك. الست يا ساده بفطرتها بتدور على بطل، على راجل، مش على ديكور. الدلدول مفكر انه كده بيرضيها وانه كده حنين وعاطفي. جاتك نيله يا اهبل، استرجل. انت في الحقيقه بتخليها تفقد احترامها ليك يوم ورا يوم، لان البيت اللي ملوش راجل يحكمه هو بيت سايب لاي ريح ممكن تهده. يا ابن الاصول، الست بالفطره بتكره الراجل الضعيف اللي ممكن تمشي كلامها عليه وما يقدرش يحكمها، وفي سرها بتبص له بنظره شغف. الست محتاجه حامي، محتاجه قائد، محتاجه راجل تركن عليه وقت الشده. واهل زمان قالوا شورة المرة تهد البيت لو كانت صح، فما بالك لو غلط. بتبقى دلدول وبتمشي وراها في الغلط قبل الصح، انت بتهدم صورتك في عيونها وفي عيون ولادك. ولادك اللي بيشوف ابوهم ملوش كلمه هيطلعوا ايه؟ هيطلعوا جيل مهزوز، جيل ما بيعرفش يفرق بين الرجوله وبين الدياسه المصنعه تحت مسمى الموضه والتحرر. وزمانهم غير زماننا. الاخلاق والاصول يا ساده ما بتتغيرش بتغير الزمن. الرجوله مش بالصوت العالي ولا فرض الراي بالباطل. الرجوله انك تكون راجل بجد في وقت قل فيه الرجال، وتكون وتد وجبل لبيتك وستر لمراتك واهلك وقدوه لاولادك. ارجع لمكانك الطبيعي، كن قواما ولا تكن دلدولا. سؤالي لكم النهارده، تفتكروا ايه السبب اللي خلى الشخصيه دي تنتشر في مجتمعنا؟ هل هو ضعف التربيه ولا تاثير السوشيال ميديا ولا فقدان القدوه؟ شاركوني ارائكم في التعليقات، وموعدنا الحلقه الجايه. وخليكم فاكرين كويس قوي ان البيت اللي ما فيهوش اسد هتنط عليه الديابه. اشوفكم على خير يا اولاد الرسول.